الموجز من بين سبورت الإخبارية في قطر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على مضيفه الوداد بثنائية في ذهاب نصف النهائي. هدف اللقاء الأول كان من أمضاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة الرابعة مستغلا خطأ من الدفاع الودادي، وأضاف علي معلول ثاني أهداف الأهلي من ركلة جزاء. فوز مهم للنادي المصري الذي يجب عليه تأكيد هذه النتيجة في مباراة العودة في مصر. كشف الرجاء البيضاوي عن وجود لاعبين اثنين مصابين بفيروس كورونا بعد الاختبارات التي خضع لها الفريق صباح السبت من لاعبين وطاقم فني وطبي وإداري. ولم يكشف الرجاء على صفحته الرسمية على فيسبوك هوية اللاعبين، لكنه أكد أنهما سيخضعان للبروتوكول الصحي المعتمد. تلقى حامل لقب ريال مدريد خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه بهدف